دايما لما بحتار في الغدا بميل لوصفات الحلة الواحدة، ودي من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها. أول حاجة تبلت الفراخ بعلبة من الزبادي وعليها توم مفروم وملح وفلفل أسود وبابريكا وتوابل فراخ، ومعلقتين كبار من الخل، وثلاث معالق كبار من الزيت، زيت عادي أو زيت زيتون. عملت ميكس لكل المكونات دي وكانت تتبيلة الفراخ بقت جاهزة. حطيت في التتبيلة دي قطع الفراخ، وأنا هنا استخدمت شيش وبلاش تستخدموا الصدور في الوصفة دي. غرقت بقى كل قطع الفراخ كده بالتتبيلة كويس زي ما انتم شايفين، وهنا لو مستعجلين ممكن تبدأوا على طول تسووها، لكن الأفضل إنها تتساب شوية في التلاجة، ممكن من أول نص ساعة لغاية ليلة كاملة. أنا خليتها تقريبا نص ساعة بس كده مش أكتر. بعد كده في صينية أو وك سخنة على النار فيها مكعب من الزبدة وشوية من الزيت، حطيت قطع الفراخ دي وحطوها على الناحية اللي كانت عليها الجلد عشان تستحمل الحرارة وما تتهريش منكم. وأول ما تاخد لون حلو وتستوي كده من على الناحيتين خرجتها في طبق جانبي، وفي نفس الصينية كملت بقية الوصفة. حطيت بصلاية تكون مفرومة ناعم في الكبة، وشوحتها كويس لغاية لما دبلت وخدت اللون الذهبي، وضفت عليها الرز البسمتي. الرز ده مش منقوع، هو بس مغسول ومتصفي، وشوية توابل كانت ملح وفلفل وكاري وكركم وبابريكا ومكعب من المرقة. قلبت كل الرز بقى مع التوابل لغاية ما تشوح كويس، وبعد كده ضفت المية المغلية دي آخر حاجة. المية مقدارها تقريبا زي تسوية الرز العادية، بس بغطي الرز كده بشوية وبقلبها كويس بقى، وخليتها على نار هادية لغاية لما الرز يتشرب ويبقى تلات ارباع تسوية كده زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت قطع الفراخ على وش الرز كده وغطيتها بقى على نار هادية خالص لمدة تقريبا ربع ساعة لغاية ما الرز بس يكمل تسوية. وبكده هتكونوا جهزتوا أسرع وصفة ممكن تعملوها. الفراخ هتلاقوها جوسي وتتبيلتها بجد تحفة، والرز كمان مفلفل ولونه حلو قوي. متأكدة إنها تعجبكم، استناكوا تجربوها بطريقتي، ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير.